أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجريه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قمره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد القضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائله بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل
كيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بعلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد السعداء واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهدي وراد حفظ عبد المطلب وابنه عبد الله عاطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم المحمدية وإظهاره جسمه وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صلفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جنبها من النبات حلالا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وحتست العوالم من السرر كأس حميا وبشرت الجن بإضلال زمانه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ونهج بخبره كل خبر خبير وفي حلا حسنه تاب وأتيت أمه في المنام فقال لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية
وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف تديم صلاة وتسليم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأقواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعاد سقماه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قبرية، وأن للزمان أن ينجلي عنه صلاة، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من القطيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام، ومحيا كالشمس منك مضيئا أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة مولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأن تسقى أمها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، مولد كان منه في طالع الري وباله عليهم ووباء، وتوالى